لو هتتنازلي ان انت توطي صوتك يعني معلش اتكي على نفسك انك هتاخدي بالجزمه وهتوطي صوتك في المحكمه عادي، وتترمي في الحبس عادي مفيش مشكله. لان انت بالنسبه لك طالما في سلطه حاكمه فوق دماغك هتسكتي. بس طالما سلطه جوزك لا، يعني لازم هو التلفزيون والميديا هتعلمك ايه؟ كانت امي دايما بتقول لي كلمه، تقول لي صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك. لما كنت رايح اشتري حاجات بالتقسيط وبالديون والكلام ده كله تقول لي صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك. يعني استحمل اي حاجه انت عايزها تجيبها دلوقتي، وممكن يعني تضغط على ما بلاش الشهر ده الشهر الجاي ده لحد ما الدنيا تتظبط، عشان لما تجيب تقسيط وبديون يا بتاع ممكن تتزنق او يحصل مشكله الناس نفسها مش هتصبر عليك. فانت ممكن تصبر عن احتياجاتك في سبيل الناس مش تصبر عليك. الكلمه دي انا اقولها، صبرك على مراتك ولا صبر المحاكم عليك، وصبرك انت على جوزك عشان المحاكم هتبهدل فيكي. يعني اللي فاكره ان هي قادره وتخلع وتعمل وهتمرمطه في المحاكم، لو صبرتي نص اللي هتصبريه في المحاكم ومع المحامين والقرف والقضايا والتأجيل والمروح والمجي والمشاكل، لو صبرتي نص ربع تمن الوقت ده في سبيل اللي انت تصلح حال بيتك وجوزك وتصلح حال نفسك، ولو في اي تصريف ولو في اي تقصير يتعالج، والله كان معظم بيوتنا اتصلح حالها. قاضي يدخل محكمة في صوت ست اللتاتة العجانة حتى لو لها مليون حق، في صوت كله انتباه اخلاص، كله سكت. جوزك يعني ممكن يكون يعني يستغيث كفاية ارحميني وانت لا تبالي. قاضي سكتك. عرفت الفرق لما انت تعلي صوتك على جوزك ممكن توصلك النتيجة لايه؟ وفي المقابل انت لما هتترمى في الحجز عشان قايمه ولا عفش ولا عشان اي حاجه تيجي تشوفها، هي كانت المشكله كان ممكن تتحل. ايه المشاكل اللي كانت توصلكوا للموضوع ده؟ كان في حاجات ممكن تتحل، بس احنا قررنا نستسهل الخراب مش العمار. انت ما اهتمتيش بنفسك، ما اهتمتيش ببيتك، ما اهتمتيش بجوزك، وانت من الناحيه التانيه انتخت كبرت دماغك، ما ساعدش ان انت تخلي حياتك للافضل، ما خليتش بيتك للاحسن، ما عدلتش، ما عملتش سلوك كويس يخلي اي حد يتمسك بيك. الست طالعه من بيتها شياكه لا تتخيلها. يعني انا عايز اقول لك ان الراجل ساعات بيقابل مراته في المحكمه بيستغرب من اللي هي عامله في نفسها، يقول لك هو انا ازاي كنت متجوز دي وسبتها؟ لان هو في البيت ما لقاهاش بنفس الصوره اللي هي فيها وراها المحكمه، ما اهتمتش بنفسها بنفس الطريقه اللي هي طالعه بره البيت من اللبس والشياكه والدنيا تمام. يقول هو دي مراتي؟ دي مراتي، دي اللي انت سبتها؟ هي عايزه تخليه يضرب نفسه 100 جزمه ان هو سابها. يا حول ولا قوه الا بالله. ازاي؟ طب ما هو انت لو عملت ده جوه كان ممكن هو رفض ان هو اصلا يوصل للنتيجه دي. طب يا ده انا بشوف ناس من محافظات تانية، يعني تبقى من الصعيد ولا القاهره ولا الدنيا والمحكمه في حته غريبه وبعيده، تستحملي كل السفر ده والبهدله والمصاريف والمحامين والقضاه وسكرتير الجلسه والقضيه وتشوف الجدول وامتى وازاي والمشاكل والفلوس، كل ده في سبيل الخراب. بس في سبيل العمار لا، لان عندنا مبدا كده جوانا كبر كده ليس له اي يعني داعي اصلا. انت فيك اللي منعك تشوفي الدور اللي عليكي صح. قصرتي في حاجه النهارده مش تتصلح بكره، تتصلح بعد، بس في من جواكي حاسه بالتقصير، من جواكي بتعرفي جوزك انا تمام، بس يعني في مشكله هتتحل تمام، عندك حاله وفاه خلاص 3 4 ايام الدنيا تمام. عارفه ظروف بيتك وعارفه المسؤوليات اللي عليكي وعارفه الدور اللي عليكي. يعني مش عايز اقول لك بقى يعني ما بحبش ادخل في الدين والكلام من ده كله عشان الكلام يبقى للعام، يعني الكلام يبقى لجميع الناس، والناس اللي مش عايزه تدخل في النقطه دي مش نقطتي، بس انا بتكلم فعلا في المعاناه اللي انتوا بتعانوها في سبيل خراب البيت، وكان ممكن تقصروا المسافات دي بحاجات بسيطه عشان عمر البيت. جزء من التنازل البسيط عن شيء هو مفروض عليك اصلا، يعني لو هتتنازلي ان انت تبقي حلوه في بيتك يعني معلش هو ده دور واجب عليك ان انت تبقي حلوه في بيتك. لو هتتنازلي ان انت توطي صوتك يعني معلش اتكي على نفسك انك هتاخدي بالجزمه وهتوطي صوتك في المحكمه عادي، وتترمي في الحبس عادي مفيش مشكله. لان انت بالنسبه لك طالما في سلطه حاكمه فوق دماغك هتسكتي. بس طالما سلطه جوزك لا، يعني لازم هو التلفزيون والميديا هتعلمك ايه؟
يا جدعان يا جدعان، يعني برضه الست اللي بتواجه يعني جوزها بان شوف فلانه بتعمل ايه وبتسوي ايه الكلام ده، معلش هو مش جايبك من سان فرانسيسكو يعني، مش جايبك من واشنطن يعني. يعني احنا بنتكامل بنتكاتف يعني، كل واحد يعني بيمشي على قده يعني. هو جوزك كذا بيقبض كذا، ماشي بيته على كذا، الدنيا ماشيه كذا، وهو جايبك بناء على احتياجاته والتزاماته ومصاريفه. يعني مش فقير وراح جاب واحده غنيه عشان يعيشها، مش لا يعني، هو عايش على الوسط بتاعه، اعلى سنه قليل سنه بس الدنيا ماشيه. فما بلاش تشوفي نفسك ان انت عايزه تبقي زي فلانه وهو مش مكفيكي في الحته اللي انت توصلي يعني. ما انت برضه مش فلانه يعني، انت مش فلانه، انت مش الست اللي بتعمل كذا عشان هو يبقى لازم الدور عليه يعمل كذا. ما عشان كده لازم الاختيار في الاول مهم، التكافؤ مهم. يعني اللي يقول التكافؤ مش مهم والحب اللي بتنقى فوقك، التكافؤ من اهم الامور اللي لازم فعلا تبقى متواجده عند اختيار الزوج الصحيح. نيجي بقى ككلام استثمار وكاقتصاد، انت احسن استثمار تعمليه في نفسك وفي حياتك وفي مستقبلك ومستقبل عيالك ان انت فعلا تختاري الزوج الصحيح لبيتك. وانت لو عايز تربي عيالك صح وتنتج وتكبر وتلاقي واحده واقفه في ظهرك، اختار الست الصح. اختار الست الصح اللي توفر عليك المسافات، اللي توفر عليك المشاكل، اللي توفر عليك المحاكم، اللي توفر عليك الطلبات والالتزامات والجشع، واللي انت تفضل طول عمرك في ساقيه لا تنتهي. الظروف اللي احنا فيها ضغطانه، فهي محتاج اللي يسندنا، مش محتاج يدوس علينا. فصبرا صبرا على نفسكم، ولا صبر حاجات تانية عليكم. ربنا يصلح النفوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.